يقوم فيها هذا اللاعب، كيفية قراءة الملعب، هذا الأدوار يقوم فيها المفروض لاعب وسط وليس رأس حربة، لكن هذا اللاعب المتكامل بنزيما اللي يؤدي أدوار رائعة جدا في الجانب الهجومي، وهو يعتبر بوجهة نظري أفضل لاعب في ريال مدريد في الشوط الأول، اللي واجه صعوبة كبيرة جدا في الجانب الدفاعي، وتحديدا جهة ميليتاو اللي كانت مصدر خطورة بالنسبة لفريق فياريال. أكد أنشيلوتي قبل المباراة على جودة فريق فياريال، أكد كذلك على جودة فريق فياريال، اعتمد كثيرا على الضغط على ريال مدريد، حتى الدقيقة 44 نهاية الشوط الأول يضغط على ريال مدريد، صنع 3-4 فرص سانحة للتهديف، لولا كورتوا لخرج متقدما. أيضا ريال مدريد أضاع ورينا 40 سنة يصبح اليوم عمره 20 سنة أمام ريال مدريد. شوط جيد جدا من الفريقين يا مهند، أبان عن جودة فعلا فياريال، فريق بيعرف يبني اللعب بشكل جيد جدا، بيوصل لمرمى المنافسين بشكل جيد، أضاع أكتر من فرصة. نجم الشوط الأول من ريال مدريد بالنسبة لي كورتوا، أنقذ ريال مدريد من هدفين أو 3 مهند بتواجده بشكل جيد في المكان. انما الريال هي دي عادته، ممكن ما يأديش مباراة جيدة وفي النهاية تلاقيه كسبان. انما السوء اللي فيه ريال مدريد النهارده، وانه ما قابلش فريق بالشكل ده انه يمسك ويسيطر المباراة عليه ويوصل لمرمى بسهولة، غير دايما هي نقطة سلبية وإيجابية، نقطة وجود كروس ومودريتش الاثنين في وسط الملعب. لما الفريق بيمسك كورة بيعرف يلعب، بيعرف يتحرك، بيعرف يتقدم بشكل جيد، ولكن سلبيتها ان هما الاثنين ما بيضغطوش بشكل جيد يا مهند، وده بيخلي الفريق المنافس لو هو عنده لعيبة وسط ملعب كويسين زي ما شفنا اللي بيعمله باريخو في الشوط الأول، لاعب ممتاز ولاعب مقدم شوط مثالي، خطورة كبيرة جدا على الجبهة اليسرى لفريق فياريال اللي فيها مورينو وبينو وبينا، الاثنين لاعبين متحركين بشكل جيد جدا،